الإمالة طبعا يا أخواني الأصل في الحروف أن تكون كما نعلم عندنا في اللغة العربية 3 حروف: الألف وتخرج بأدنى مجهود وهو بس فتح الفم فقط، لسانك بيبقى في فمك هكذا ممدود. هذا بيسموه العلماء يا أخواني وضع الراحة. شو بيسموه؟ اللسان في وضع الراحة. نعم. والحرف الثاني إي اللي هي الياء المادية. إي من أين تخرج الياء؟ من وسط اللسان. قال إمامنا الجزري: والوسط فجيم الشين ياء. إي فيكون بارتفاع وسط اللسان. إي. والواو كما نعلم تخرج بإيش؟ بضم الشفتين إلى الأمام، وفي كمان ارتفاع لأقصى اللسان، لكن هذا بصير فطري ما في داعي ننبه عليه. عرفتوا كيف؟ لما بتقول أنت تعملون لون، التركيز وين عم يكون؟ على الشفتين، لكن في ارتفاع بمؤخرة اللسان ولا ما في؟ فيه، لكن ما في داعي ننبه عليه لأنه بصير بالفطرة. فهمنا كيف؟ المهم الشفتين يكونوا مضمومين. طيب، من العرب من كان يمزج بعض الألفات بالياء، يعني يفتح فمه ولكن في نفس الوقت يرفع وسط لسانه رفعا خفيفا، فبدل ما يقول بيقول ومن العرب من يفعل ذلك ولكن بنسبة أكبر، يرفع وسط لسانه أكثر، فيخرج صوت ممزوج بين الألف والياء، فيه ألف وفيه ياء بنسبة واحدة، يعني 50% ألف 50% ياء. هذا الصوت إذا صار عندي اللسان في وضع الراحة. هذه إيش؟ الألف الممالة إمالة صغرى، أو بيسموها مقللة تقليل، أو بيسموها إمالة بين. شو يعني إمالة بين؟ يعني بين الإمالة الكبرى والألف، هي الصغرى، هي الإمالة الصغرى يا سيدي. انتبهنا؟ وفي عندنا الإمالة الكبرى وفي عندنا الياء يلا انطق وانطق ورائي. خلي لسانك ممدود هكذا، لا ترفع وسطه أبدا. وضح؟ ألف إمالة صغرى إمالة كبرى ياء. هذه الأصوات الأربعة موجودة عند العرب. عندنا برواية حفص ما في عندنا إمالة صغرى. الإمالة الصغرى موجودة ببعض الروايات كورش رحمه الله من طريق الأزرق، أو أبو عمرو البصري إن كانت الكلمة على وزن فعل أو فعل أو فعل، وبعض القراء الآخرين في أماكن أخرى مثل الأبرار وكذا. ليس هذا مكان شرحها. يلي بيهمنا أنه نحن عندنا برواية حفص عندنا إمالة كبرى بكلمة واحدة، وكلكم تعرفوها، اللي هي كلمة إيه؟ نعم، مجريها، في سورة هود. نرى على اللوحة، ركز شوي حتى تستفيد، خذ نفس عميق. الإمالة لغة التعويج، من أملت الرمح ونحوه إذا عوجته، الإمالة التعويج، أو الانحناء، من أمال فلان ظهره إذا أحناه. واصطلاحا يعني عند القراء إذا قالوا إمالة ماذا يعنون بهذه الكلمة؟ تقريب الفتحة إلى الكسرة والألف إلى الياء من غير قلب خالص. عرفتوا شو القلب الخالص؟ أيوة، أنه تصير ياء. يعني في بعض التسجيلات لبعض الله يرحمهم ببعض يعني من المشهورين بدون ذكر أسماء،
بيجيب الإمالة الكبرى ياء، فلا يقلد في هذا، لا يقلد. انتبهنا كيف؟ يعني مثلا بده يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، بده يقرأها بالإمالة فبيقول وجيء ربك والملك، ما وجيء، هي شو لازم تكون؟ وجيء ربك. انتبهنا كيف؟ نعم. من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه. أو يقال، ركز حتى تستفيد، أو يقال هي النطق بالألف الممالة بين الألف والياء الصحيحتين، وتكون في رواية حفص في كلمة واحدة، هي قوله تعالى إيه؟ مجريها في سورة هود عليه السلام. نوع الإمالة، شوف اللوحة هي، الإمالة عند القراء نوعان: كبرى بين الألف والياء تماما، يعني 50% ألف 50% ياء. شوف الفم مفتوح وبنفس الوقت وسط اللسان ايه؟ مرفوع. ايه موسى طيه، وضح. والثانية صغرى. شوف الفرق بين شكل اللسان هون وهون، شايف شكل اللسان في الإمالة الكبرى؟ انظر شكل اللسان في الإمالة الصغرى. الصغرى تكون بين الألف والياء ولكنها إلى الألف أقرب، ولكنها إلى الألف أقرب. مقارنة بين وضع اللسان في الإمالتين والألف والياء، هذا اللي كنا عم نتدرب عليه أنا وياكم منذ قليل. انظر يا أخي، شايف اللسان لما تنطق ألف مجردة مثل مالك يوم الدين، ما شايف اللسان في وضع الراحة والفم مفتوح. ما الإمالة الصغرى يرتفع وسط اللسان قليلا، ما فاللي في كلامه العادي اللهجة يعني يقرأ الألفات، ينطق الألفات هكذا، لما بيجي بده يقرأ قرآن قد يتأثر بإيه؟ بلهجته العامية، فبيقول لك أعوذ بالله من بسم الله الرحمن مالك يوم الدين. هذه ما، إذا كان هذا الفتح فما هو التقليل؟ إذا كان مالكي هذا الفتح فما هو التقليل؟ هذا تأثر باللهجة العامية. انتبهنا؟ فمن كان كذلك في عاميته عليه أن يتدرب حتى يرجع اللسان إلى ما يسمى بوضع الراحة. مالكي. نعم. هذه إذن الإمالة الصغرى. هذه مين؟ الإمالة الكبرى. شايفين اللسان كيف؟ كان هنا ما في ارتفاع أبدا، هنا في ارتفاع قليل، هنا في ارتفاع أكثر، وهنا الارتفاع الكامل. الصورة الرابعة والأخيرة في حرف الياء، إي. وضح؟ فائدة: يضع العلماء الضبط دائرة مطموسة الوسط مثل هي، أو شكل معين، هذا الشكل تحت الراء مع تجريدها من الفتحة في كلمة مجريها للدلالة على الإمالة فيها هكذا. شايف كلمة مجريها؟ المصاحف القديمة كان يضعوا هذا الشكل، يضعوا شكل معين. الآن من جديد لهم كم سنة غيروها وخلوها إيه؟ دائرة مطموسة الوسط. ما بيضر، لأنه هذا اصطلاح من مين؟ من العلماء، يعني ما هو موروث نبوي، وإنما اصطلاح من العلماء، وطالما أن الإنسان يبين مراده من مصطلحه فلا إشكال. هذا ما يتعلق بكلمة المجريها والإمالة على رواية حفص. طيب،